تعالوا اقول لكم ازاي عملت الفراخ المشويه في الفرن من غير ولا نقطه ميه، مقرمشه من بره ومستويه وطريه من جوه وطعمها خطير. لازم تجربوها. واول حاجه في وصفتنا النهارده هنبدا بالتتبيله. بصلايه كبيره مفرومه ناعم جدا، وبعد كده هضيف عليها معلقه من التوم المهروس. كمان هنضيف عليها عصير ليمونه كامله، وده هيخليه مفيش اي ريحه للفراخ. هنضيف التوابل ملح وفلفل بابريكا مدخنة، وكمان زعتر مجفف. لو في زعتر فريش بيبقى حلو قوي. هنضيف معلقتين من صلصة الطماطم العادية، نستخدموا اي نوع صلصة عندكم. وكمان هنضيف اخر حاجة هي الزبادي بيطري الفراخ جدا جدا. هضيف حوالي 3 معالق من الزبادي العادي، ولو في زبادي يوناني برضو بيطلع حلو قوي. 3 معالق من الزيت العادي او زيت الزيتون زي ما تحبوا، استخدموا المادة الدهنية اللي تحبوها. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. احنا كده ما حطيناش اي سوائل ولا اي ميه. بعد كده هنا الفراخ انا محضراها، غسلتها طبعا ونشفتها، عامله فيها فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابين تسيبوها بالجلد تمام، حابين تشيلوه براحتكم. بعد كده هناخد الخليط ده ونحطه نوزعه على كل الفراخ. انا استخدمت فرختين، الخليط بتاعنا ده يكفي فرختين. هقلبهم كده كويس جدا، عايزه الخليط يدخل جوه الفراخ كويس قوي. هتبل الفراخ من جوه كويس جدا، ودي خطوه مهمه. وبعد كده هسيبها في التتبيله حوالي ربع ساعه قبل ما ادخلها الفرن. هنا خلاص انا ظبطتها في الصينيه، هدخلها الفرن على درجه حراره 180، الرف وسط، اول نص ساعه متغطيه. وبعد كده هشيل الغطا واسيبها تكمل سوا، هتاخد من ساعة لساعة وتلت حسب حجم الفراخ. للرز بتاعنا هنا في الحلة على النار حطيت قطعة كده من الزبدة مع معلقة واحدة من الزيت. طبعا استخدموا زي ما قلت لكم المادة الدهنية اللي تحبوها. ضفت هنا بصلاية متوسطة، استخدموا الابيض او الاحمر اللي يعجبكم. هبدأ اقلبها لحد ما لونها يدخل في الصفار شوية، يبقى لونها اصفر شوية. بعد كده هضيف عليها زي ما انتوا شايفين لونها بقى اصفر شوية وبدأت تدبل. هضيف عليها بعد كده التوابل اللي هستخدمها بسيطة قوي، ملح وفلفل وكركم. هنستخدم كركم لازم يبقى معاه فلفل اسود. هديهم كده تقليبة عشان اعزز النكهة بتاعة الكركم والفلفل. لحد بعد كده هغسل الرز واضيفه. انا استخدمت حوالي كوبايتين من الرز البسمتي العادي، انا ما بنقعوش بغسله بس. هديهم كده تقليبه مع بعض عشان ما تقلقوش خالص، الرز ما بيتكسرش. عشان اعزز نكهة التوابل مع الرز هضيف المية السخنة. لكل كوباية رز كوباية ونص مية سخنة. هغطي واسيبه يكمل سوا. والفراخ خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين، شكلها يجنن وريحتها خطيرة. طبعا قدمتها مع الرز البسمتي وكمان السوتيه. جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. أكلة سهلة جدا وطعمها خطير. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو.